يا صحابي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا النهارده فرحانه جدا جدا. انا طبعا قبل كده طلعت في اذاعه بس ما اخدتش المقدمه، وانا دلوقتي يا صحابي اخدت المقدمه، وشايفين ورقه صعبه جدا وكان فيها يعني حاجات صعبه جدا، لكن انا عرفت احفظها وكانت سهله جدا بالنسبه لي. انا فرحانه جدا جدا عشان قبل كده قلت لكم ان انا عايزه ابقى مذيعه، عايزه حلمي اتحقق اهو وهبقى مذيعه. طبعا طلعت قبل كده في اذاعه بس ما كنتش يعني ايه عندي المقدمه. اما في الاذاعه دي فانا اخدت المقدمه وهقرا لكم المقدمه، ويلا بينا نبدا نقراها سوا. فاول مقدمه خالص طبعا كالعاده بنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع كل صباح يوم جديد وشمس مشرقة وقمر غائب يحيا الأمل فينا وعلى الخير نلقاكم. أما بعد، يسعدني أن أقدم لكم برنامجنا الإذاعي لهذا اليوم، وخير ما نبدأ به آيات بينات من القرآن الكريم. نكمل يا صحاب. وبعد أن سمعنا كلام الله عز وجل نستمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حديث شريف والطالبة. بعد كده والآن مع فقرة آلة وشخصية يقدمها لكم الطالبتان، والآن مع فقرة سؤال وجواب يقدمها لكم الطالبة، ونختم مع فقرة في حب مصر مع مقطع صغير قصير من أغنية علمونا في مدرستنا مع الطالبة. دي بقى الحتة اللي أنا بحبها قوي. كانت معكم رويدة محمد مع تحيات أسرة التربية الموسيقية. وهي دي الورقة يا صحابي. أنا فرحانة جدا 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 جدا. أما تبقي عايزة حاجة استمري عليها وهتلاقي نفسك على طول على طول بتحققيها، وخلاص خلاص اهو بدأتي تحققيها. بس كده يا صحابي، باي باي.